السلام عليكم متابعين المنبر الإعلامي لقوات الدعم السريع أينما كنتم. تابعنا وشاهدنا الحملات الإعلامية المنظمة التي استهدفت قوات الدعم السريع من قبل الغرف الإعلامية المظلمة في محاولة لتشويه صورة قوات الدعم السريع وإطلاق الاتهامات والشائعات على شاكلة سرقة ونهب وغيره. ولكن خرج مواطنو محلية كرري بأم درمان القديمة يناشدون القيادة العامة للقوات المسلحة بحسم الجنود إثر عمليات نهب واسعة طالت المواطنين وترويع لأمنهم وسرقة ممتلكاتهم. كما ناشد مواطنو محلية كرري قادة الجيش بتوفير الأمن والأمان لهم من الجنود. والآن حق للشعب السوداني أن يعلم ويعي حقيقة من يناضل من أجل قضاياه ومن يناضل من أجل أمنه وأمانه والزود عن ممتلكاته، ومن يسرقها تحت وطأة السلاح ويسرق ثرواته وممتلكاته ويشتري بها القصور والفلل الفارهة في تركيا.